ايه يا حبايبي، اجمعوا بقى هنا. ايوه كبسوا كبسوا. ايوه يا ابراهيم، ورد كتير. ايوه. هلا يا احمد. خليج. انت ايه وقتك انت كمان يا زفت، متصل ليه؟ ايوه معاكم يا حبايبي. النهارده هنتكلم بقى عن النيلز، وانا كنت عايزه بصراحه ان انتوا تقولوا لي رايكم كده، ايه الالوان الجديده اللي انتوا ممكن تقولوا لي عليها. هو انت كل شويه تتصل؟ ايوه شفتك يا ابراهيم، شكرا على الورديه. مالك يا سامر، ما تتعدلي يا اختي. تسلم يا محمد تسلم. انا عارفه هما دايما بيقولوا لي الموف حلو عليا. ايوه كده، ايوه انا شايفه ورد كتير يا شباب. ايوه ايوه، عايزين الهدايا تكتر. برضه عمال اتكنسل. انا مش فاهم كل ده ما بتردش ليه وبتكنسل. معنى كده انها شايفه التليفون. ماشي يا روعه. هلا يا عبد الله بالاردن وحبايب الاردن. ايوه ورد كتير بقى. روعه، انت ازاي ان انت تدخل عليا كده وانا فاتحه اللايف؟ اللايف وما بتردش عليا وبكنسلها عشان الزفت. ايوه في لايف على فكره انا فاتحاه، وانت عارف كويس قوي ان انا ببقى فاتحه طول اليوم في الوقت ده. وانا قلت إيه بقى على موضوع اللايف في التيك توك والقرف ده. عايز ايه دلوقتي يا احمد؟ عايز ايه دلوقتي؟ عايزك تشوفي بيتك. روحي شوفي مطبخك، إيه؟ شوفي اللبس اللي وراك اللي عايز يتغسل، شوفي نظافه الشقه. انت لو حد جالك هتقدري تستقبليه في المنظر ده؟ بقول لك ايه، انا فاتحه اللايف ده عشان بيجيب لي فلوس، عشان ادلع نفسي واجيب لنفسي اللي انا عايزاه. ليه وهو كنت انا قصرت في ايه؟ إيه؟ طلبت حاجه وما جبتهاش؟ طب بقول لك ايه، مش انت متضايق عشان موضوع البيت؟ صح؟ عشان موضوع البيت. مش حلو يا سيدي، انا من الفلوس اللي انا بكسبها دي هجيب خدامه لنفسي. يلا. وهو انا مش جوزك وفي حياتك وليا حق عليكي وفي واجبات لازم تقضيها ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي يا حبيبي، نبقى نشوف بس الموضوع ده بعدين. في داعمين يا احمد دلوقتي في اللايف، والنبي بس اكمل اللايف ده وبعد كده لا ده انت باين عليك اتجننتي. واقول لك حاجه بقى، طالما بقى اللايف وخدامه يبقى انت يا بنت الناس تروحي تعيشي في بيت اهلك وتعملي اللي انت عايزاه واطلقك واتجوز انا واحده بنت ناس عايزه تفتح بيت وعايزه تعيش. يا احمد في ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي. طب يا احمد عشان خاطري خلينا ان احنا بس ان انا اخلص اللايف ده ونتكلم. بقول لك عشان بس ايه ما عديش الاصول وابقى عملت اللي عليا، انا هروح واتكلم مع ابوكي ساعتها يحلها الحلال. كملي قرفك وزفتك لما هيخرب عليكي. يا عم بقى. ايوه يا حبايبي، ادينا اهو جيت لكم، ما اتاخرتش عليكم. انت تاني يا سمر، اخر تحذير ليكي عشان ما اعملكيش بلوك. مين؟ ادخل اللي بره، الباب مفتوح. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا احمد؟ كل عامله ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الله يخليك. اتفضل. الحمد لله كويس. الحمد لله يا رب دايما. امال عمي موجود ولا فين؟ هو نايم شويه عشان خد ده وتعبان. ما انا برضو جاي من غير ما اعرفكم، معلش بحقك عليا. خير؟ هو في ايه؟ مش خير خالص يا امي. ليه يا ابني بس؟ بنتك مالك؟ شكلها كده مش عايزه تعمر ولا عايزه تعيش. لا اله الا الله، اعوذ بالله. ليه بس بتقولي كده؟ بنتك لا مهتميه ببيتها ولا شايفه مصلحه بيتها ولا جوزها ولا مديانا اي حقوق اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. كل اللي في دماغها موضوع اللايفات والتيك توك وان هي تفتح وتقعد وناس وتقول لك انا بجيب فلوس عشان اصرف على نفسي. انا قصرت معاها في حاجه؟ لا يا ابني، عمرها جت انت اشتكت بتكفي قالت طلبت بيتك. حاجه وانا ما جبتهاش؟ لا يا حبيبي. تقول لي عشان اكفي نفسي واجيب اللي انا عايزاه. وبجد خلاص انا ما بقتش قادر استحمل، وعشان ما ابقاش غلطان انا برضو جيت اعرفكم وجيت اعرفكم وضع بنتكم ايه في البيت، وانا مش هقدر اكمل على الوضع ده. لا يا ابني غلطانه، بس معلش انا سمعتك، بس اديني فرصه زي ما سمعتك اسمعها. ادينا اهو جيت. هي جت اهي. اقعدي. تعالي اقعدي جنب امك عشان تعرفي تحكي لها وتتكلمي. يا ماما يعني الجمل قصاد الجمال. طيب اللي بيقول احمد ده صحيح. حامله في بيتك لا اكل ولا شرب ولا مواعين، وكل يا فين وفين تعملي بمزاجك. القميص يجوا- بلبسه كل يومين ثلاثه عشان خاطر ما بلاقيش اللبس نظيف، ده ما بلاقيش بيحصل؟ اللبس مكوي. ده بيحصل؟ بصراحه يا ماما بس طب بصراحه يا اسمعيني. ماما اسمعيني طيب اسمعيني. قولي. ما هو انا حقي برضو ان انا اعمل كام قرش لنفسي يسندوني للزمن،
والكام قرش اولا هو الراجل مش مقصر من ناحيتك، دي نقطه. النقطه الثانيه اعملي اللي انت عايزاه، بس بيتك بالدرجه الاولى وطلبات جوزك قبل اي حاجه. لو دخل لقى بيته بيشف ويرف واكله موجود، هدومه مغسوله ومكويه، الراجل لو لقاكي مش هيتكلم. طيب. هو واثق فيكي، لكن تهملي كل ده وتهمليه وتقولي عشان التيك توك والكلام الفاضي. طب ما هو كده كده اصلا بيكون في الشغل. طب ما انا قلت انها في الشغل طب ما هو بيجي بلاقيش غيرنا دي. بقول لك طب ما يا أنا ست قلت له على الكل بعد حاجة. اذنك، بنتكم عندكم اهي لحد ما تشوفوا توضعوا حل، طب ماشي يا ابني، وانا ماشي. موجود في اي وقت هتكلموني هتلاقوني. ماشي يا ابني، بعد اذنك. ماشي. عندك العين. ايه ده بقى؟ ها؟ يا ماما في ايه يا ماما؟ في ايه؟ بقول لك يا حبيبتي، التكرار ده الراجل اشتكالك واشتكالنا، بعد كده مش هيشتكي. ماشي، مش عارفة هو إيه؟ مشكلته، مش هو مشكلته في هيروح بقى يلاقي اللي تهتم بيه، يبقى يتجوز واحده تانية. يا ستي. وانت افرحي بقى بالتيك توك. اتجوز ايه؟ اتجوزيه؟ الراجل يا حتى ما يلاقي مراته مش مهتميه بيه لا، أحمد عمره ما ولا يستغنى عني طلبات. أصلاً. لا يا ماما يعملها، كان بيلمح بكده بيقول انا ابسط حاجه هدومي مش نظيفه، اروح في الشغل وسط زمايلي هدومي مكرمشه. ماشي، قصرت في ده. طب ما انا قلت له ان انا ممكن ان انا اجيب خدامه للبيت. لا يا حتى خدامه ليه؟ امال انت موجوده ليه؟ الست بتخدم بيتها وجوزها وعيالها، دي الاولويات. الله، خليتي يا شيخه الواحد مش عارف يرد قدام الراجل، حرام عليكي. طب خلاص بقول يا لك ماما. ايه؟ نعم. انت عايز تعملي تعمليه ماشي، الراجل قالك انا ممكن اعمل مشروع ليها ويكفيها، بس برضو بيتها الاول، نظافتك الاول. في ايه؟ حاضر يا ماما، حاضر. انا هبقى حاضر وتنفذي. خلاص يا ماما. تروحي البيت تعتذري له، ومن بكره من الليله دي تلمي كل هدوم وتغسليها وتكويها وتعطريها كده وتستسمحي تقولي له اخر مره يا احمد. حاضر يا ماما. ماشي؟ مالكيش غيره، مالكيش غيره، حاضر. بدل ما يروح لواحده تانية. لا خايبة. لا طبعا، ان انا طب. اخلص عليه فيها. خلاص اسمعي الكلام، ما انت بتحبي كده وبتغيري عليه، ما تهتمي بيه، هو الاهتمام والحب كلام. حاضر. انا هقوم انا بقى عشان اروح له. اعملي اللي انا قلت لك عليه. ماشي. ربنا يهدي سركم يا رب ويهديكي. تيك توك وايه والكلام فاضي، كلنا كنا عايشين متهنيين بنشوف حياتنا، ده خلينا البلاء ودي بقى نستعملها غلط. اتمنى يا روى انك تتغيري، عشان فعلا انا لحد اللحظه ده انا بقى عليكي، وربنا يهديك عن اللي في دماغك. ممكن تتاخد لي كده شويه؟ يلا انا بحبك. على اساس يعني ان انا اللي مش بحبك؟ انا لو مش بحبك ولا بقى عليكي ما كنتش استنيت عليكي لحظه واحده، وانت عارفه كده كويس. طب خلاص بقى، قلبك كبير بقى وسامحني يا عم. خلاص هبقى الخدامه بتاعت البيت. انا ما قلتش كده على فكره، بس هو كل اللي انا طالبه لما يعني ارجع البيت الاقي لقمه كويسه، الاقي اللبس كويس، حقك الاقي البيت نضيف. انا عارفه ان انا قصرت. لما اقصر معاكي وتطلبي حاجه وما اجيبهاش يبقى ليكي حق تعملي اللي انت عايزاه وتشتكي لاهلك. انا عارفه ان انت كزوج اي واحده في الدنيا تتمناك، بس خلاص بقى قلبك كبير. وانا والله وعدت ماما وقلت لها ان انا النهارده هاخد بالي من امور البيت كلها، ومنك طبعا اول حاجه، ده انت البيت بس نفسه. مش هتفتحي التيك توك تاني، آه، ده شرط الوحيد يا بنت الناس. خالص. عايزه نكمل مع بعض، شرط الوحيد خالص. خالص. ما مسحت اصلا وانا جايه التيك توك. طيب تمام. اهم حاجه رضاك.